السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم. زي ما اتعودتم حلقتنا فيها كل الأحداث اللي تخص الأهلي، فيلا بينا نبدأها مع بعض. قبل ما نبدأ حط لايك للفيديو واعمل اشتراك في القناة لو لسه مش مشترك علشان يجيلك كل جديد. أخبار الأهلي. اتحاد الكرة يعلن تأجيل مباراة الأهلي وإنبي في نصف نهائي كأس مصر لمدة ساعتين لتقام في 9 من مساء الغد بدلا من 7. مارسيل كولر يفضل استمرار حسين الشحات في التشكيل الأساسي على عودة رضا سليم بسبب عدم جاهزية الأخير بالشكل الكافي وعودته مؤخرا من الإصابة. مارسيل كولر يطالب لاعبي الأهلي بضرورة استغلال أنصاف الفرص في مواجهة الغد ومحاولة تسجيل أكثر من هدف في الشوط الأول لإنهاء المباراة مبكرا. معظم لاعبي الأهلي يتألقون في تسديد ركلات الترجيح قبل مواجهة إنبي في الكاس تحسبا للجوء لها في المواجهة. أنتوني موديستي يعد ديانج والمقربين له في الفريق بتسجيل أول أهدافه مع الأهلي في مواجهة إنبي بالكاس. ياسر إبراهيم يقاتل في تدريبات الأهلي والتقسيمات التي يجريها الجهاز الفني على أمل استعادة مكانه في تشكيل الفريق بعد ابتعاده عن الصورة منذ بداية الموسم، بعدما تجددت أنباء تفاوض اللاعب مع الأهلي. الزمالك يضغط بكل الطرق على أحمد فتوح ليقنعه بالتجديد حتى لا يتلقى الضربة القاضية من الأهلي بعد ضربة إمام عاشور وضربة كهربا. الأهلي يتعجب من إثارة البعض أزمة في ملف تجديد محمد عبد المنعم وحديثه مع رفض اللاعب التجديد أو وضع شروط معينة، ويؤكد أن تجديد عقد اللاعب حتى الآن مجرد فكرة تم طرحها في اجتماعات لجنة التخطيط، وأنه لم يتحدث أي مسؤول من النادي مع اللاعب حتى الآن، وأنه لو وصل عرض أوروبي مناسب للاعب لن يقف أمام مستقبله بغض النظر عن تجديده من عدمه. أسامة جلال مدافع بيراميدز يؤكد للمقربين أنه لم يتلقى أي اتصالات من أي مسؤول بالأهلي للتواجد مع الفريق الأحمر بعد انتهاء عقده في الموسم المقبل، وأن من يتواصل معه مجرد وسطاء ووكلاء لاعبين فقط، وأنه لا صحة لما قيل في أحد المواقع عن توقيعه للأهلي، وأنه أيضا لا يحق له اتخاذ هذه الخطوة إلا في يناير القادم. الإسماعيلي يقرر صرف مكافأة الفوز على الاتحاد السكندري قبل مواجهة الأهلي بالدوري لتحفيز لاعبين لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأحمر. اتحاد الكرة يعلن إقامة مؤتمر صحفي الروي فيتوريا بمقر الجبلية الخميس المقبل للحديث عن المعسكر القادم. مفاوضات مكثفة بين قنوات أبو ظبي الرياضية والكاف للحصول على حقوق بث بطولات الكاف واستغلال الخلاف بين الاتحاد الإفريقي وبي إن سبورتس القطرية. نائب رئيس الاتحاد الأفريقي يؤكد أنهم يخططون لإقامة أفريقيا 2025 في شهر يونيو خلال فترة الصيف. محمد صلاح ينافس على جائزة أجمل أهداف ليفربول في شهر سبتمبر بهدفه الرائع في مرمى بطل النمسا بالدوري الأوروبي. فرج عمران نائب رئيس النادي الإسماعيلي: حققنا فوز مستحق أمام الاتحاد السكندري في الجولة الماضية واللاعبين أثبتوا أنهم على قدر المسؤولية والقادم أفضل إن شاء الله. كنا نتمنى أن ندفع أكثر من 75% من مكافأة الفوز على الاتحاد السكندري لهم، واللاعبين يستحقوا لأنهم فرحوا جماهير الإسماعيلية. أتمنى من الجهات المسؤولة أن تساعدنا في أن تقام مباريات الأهلي والإسماعيلي في القاهرة والإسماعيلية لأن جمهورنا بيتعذب بسبب السفر. ليس هناك أي مشاكل وجمهور الإسماعيلي عظيم ونريد الكيل بمكيال واحد ونريد أن نخوض جميع المباريات على أرضنا. مباراة الأهلي دائما قوية جدا ونتمنى التوفيق للفريق، وأتمنى أن نظهر بأفضل شكل عن مباراة الاتحاد ونحن مستعدين جيدا لتلك المواجهة. محمد مصلحي رئيس الاتحاد السكندري: حسام عاشور لاعب له تاريخ ولكن تاريخه في النادي الأهلي وحين انضم للاتحاد كان التعاقد لمدة موسمين، وأصيب بقطع في الرباط الصليبي بالموسم الأول ولم يشارك وتم تحميل تكاليف علاجه وتأهيله على حساب النادي. وتقدم حسام عاشور بشكوى منذ عام والقرار الصادر من لجنة التظلمات كان بمبلغ مالي واعترضنا عليه، وحسام عاشور له 1,000,000 جنيه سيتم سدادهم له ونغلق القصة. وأخذت عليه أنه شكاني لاتحاد الكرة وهو ما لم يحدث معي من قبل. كنت أتمنى استمرار محمود علاء معنا فهو قائد كبير بالملعب، ولكن كان يتبقى له موسم مع نادي الزمالك وعلاقتنا طيبة مع النادي الأبيض، وتعاقدنا بصورة نهائية مع محمود شبانة لتدعيم هذا المركز بدلا منه. كده تكون انتهت أخبارنا، أشوفكم على خير في حلقة جديدة.